عاشت مديحة كامل حياة مليئة بالنجاح والشهرة، وكانت واحدة من أبرز نجوم السينما في حقبتي السبعينات والثمانينات. كانت وجهًا مألوفًا لدى الجماهير، تحمل شخصية مفعمة بالأناقة والجاذبية التي سحرت الملايين من عشاقها. في أوج شهرتها، ظلت مديحة كامل تحت الأضواء، وكل الأخبار والحديث الدائر عنها لا يتوقف. ومع ذلك، وفي لحظة غير متوقعة، قررت أن تنسحب وتنأى بنفسها بعيدًا عن بريق الأضواء والعدسات الإعلامية. في عام 1992 أعلنت اعتزالها الفن وارتدت الحجاب. اختارت الرحيل بلا كلام، بلا ظهور، وبلا أي مقابلات. كانت تلك الخطوة مفاجئة للكثيرين، خاصة وهي في أوج عطائها الفني. كثرت الشائعات حول أسباب هذا الاختفاء المفاجئ. قيل إنها تأثرت بصدمة عاطفية، وأشيع أيضا أن صحة قلبها بدأت تتدهور. ورغم كل تلك التوقعات، بقي السبب الحقيقي للاعتزال غير مؤكدا. وفي صباح يوم من شهر رمضان المبارك لعام 1997 جاء الخبر الحزين برحيل مديحة كامل بهدوء تام. توفيت بعد أن أدت صلاة الفجر، غادرت الحياة كما اختارت أن تعيشها، بلا ضجيج. لقد أثارت ابنتها الاهتمام بتصريحاتها حول شعور والدتها بقرب رحيلها، فقد أمضت الأيام الأخيرة من حياتها في قراءة القرآن والدعاء، مما دل على أنها كانت مستعدة للرحيل بهدوء وسلام. ما تزال قصة اعتزالها ووفاتها غامضة، فقد اختارت مديحة كامل متى تظهر، ومتى تختفي، ومتى ترحل عن الدنيا. ويظل السؤال عالقا في الأذهان: هل كان قرارها بالاعتزال بدافع ذاتي أم أنها هربت من عالم لم تعد تحتمله؟ ترك لنا رحيلها سحرا خالدا وسؤالا لا يزال يموج في قلوب محبيها.